السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم في القناة. وفاة ممثلة معروفة، أنتم غتشوفوا الصورة ديالها، بسبب حقن ديال الشيخوخة، بوتوكس، المهم أي حاجة كتعلق بدوك الحقن اللي كيحقنوا الفنانين والمشاهير في وجههم. أنا بعدا كنقول باز، انا مجرد فاش كنشوف شي ستوري ولا شي حاجه ديال دوك الفنانين اللي كيدخل دوك البارق يعني فيها 10 سنتيم في وجهها وكتبقى تخشي وينفخو، انا بعدا راه كتجيني التبولشه، كنقول باز باز. وعلاش؟ وخصوصا يعني كيكونوا ممثلات يعني مازال غير في العشرينات، مازال عندها 26 27 28، المهم 30 كاع، كتشوفي شي تكميشه في شي بلاصه كتمشي تنفخ. انا بعدا كنقول باز، اللهم نخلي وجهي كما هو، بداك الشيء اللي عطاني سيدي ربي، كما الناس ديال زمان الحمد لله كيبقاو بصحتهم بدون امراض، ولا هذا الشيء اللي ولاو هاد الفنانين كيديروا في ريوسهم. هاد الفنانه هذه اللي توفات، الاسم ديالها توفيت النجمه الهنديه شيفالي جاريولا بشكل مفاجئ في إحدى مستشفيات مومباي عن عمر يناهز 42 عام، من تناول حقن مضادة للشيخوخة بانتظام. وأفادت التحقيقات الأولية أن شيفالي مارست تمارين اليوغا وخضعت لصيام تزامن مع موعد حقنتها الشهرية، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ بشكل مفاجئ مساء، وفقدانها للوعي قبل وصولها إلى المستشفى. وأظهرت التحقيقات العثور على أدوية مضادة للشيخوخة ومكملات فيتامينات في منزلها، ورجحت أن تداخل الصيام واليوغا مع الحقن كان سببا مباشرا لحدوث سكتة قلبية مفاجئة أودت بحياتها.